الطبق ده مش هتدوقوا في حلاوته لعشاق الكوارع. هنعمل النهاردة طريقة مختلفة ولذيذة، وكملوا الفيديو للآخر وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. هنا الكوارع بعد ما غسلناها ونضفناها كويس جدا ونقعناها في مية بليمون. وهنا كنت حاطة حلة على النار فيها مية مغلية، وهننزل بالكوارع فيها. هنديها غلوة على النار علشان نشيل اي ريحة زفارة او اي ريحة احنا مش حابينها. بعد ما اخدت غلوة على النار شلتها. احنا دلقنا المية اللي احنا غلينا فيها الكوارع عشان دي مية تنظيف الكوارع من اي زفارة. وفي حلة على النار حطينا فيها مادة دهنية وبصل والتوابل، ورق لورا، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة 7 بهارات. والبهارات دي فيها حبهان وفيها كل حاجة، دي انا عاملاها في البيت، واللي حابب يعرف طريقتها يقولي في الكومنتات. وهننزل بالكوارع ونشوحها مع التوابل، والطريقة دي بتخليها مفيهاش اي ريحة زفارة خالص. وهننزل عليها بالمية وهنسيبها تغلي، وبعد كده هنوطي عليها النار ونسيبها تستوي كويس. وبعد ما استوت انا بضيف الملح علشان الملح بيأخر السوا فبسيبه في الاخر. وهنا بعد ما استوت طلعناها من الشوربة وحطيناها في الصينية. وهنا هنجهز الصلصة بتاعة الكوارع. في الخلاط هنضيف طماطم وفلفل حامي وبارد، وهنضيف عليهم معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود وعصير ليمون. هنضربهم كويس في الخلاط ننعمهم. وفي طاسة على النار فيها زيت ومعلقة توم مفروم ومعلقة كزبرة جافة هنشوحهم على النار. ولما الطشة تحمر هننزل بالطماطم عليها. وهننزل بيها على الكوارع وندهنها بيها. وندخلها تحت الشواية تحمر. وهنا بعد ما اتحمرت وشها واخدت اللون الاحمر الجميل ده، وريحتها حلوة جدا وخطير ولونها حلو قوي، ومش هتدوقوا في حلاوتها بالطريقة دي، حلوة جدا ومغيرة طعم التقليدي اللي احنا عارفينه. ما تنسوش اللايك والاشتراك.